ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض فطائر بعجينه قطنيه فظيعه رهيبه جدا. دي بديل السندوتشات الفينو، هتعمليها وتعينيها في الفريزر اسبوع كامل وتطلعي من الفريزر جاهزه، والولاد رايحين الصبح المدرسه تسخنيها لهم بس في الميكرويف او في الفرن هياخدوها معاكم. الولاد هيعشقوها بجد، مش بسبب الحشوات لكن بسبب العجينه بتاعتها تحفه. وهنعملها بعجينه بحشوات مميزه جدا ومختلفه ولذيذه، وهقول لك كمان على حشوات تانية غير اللي قلناها في الفيديو. واقول لك طريقه عجينه بجد انت هتعتمديها، هتعملي العجينه دي على طول على طول. اوعدك انك طول السنه هتعملي الطريقه دي، وهتعملي العيش وهتعملي لهم بالطريقه دي، مش هتجيبي عيش فينو تاني لان هم كمان هيحبوها جدا. شايفين الجمال؟ شايفين لونها؟ شايفين عامله ازاي؟ بجد بجد اوعي الفيديو ده يفوتك، شوفيه للاخر. بس قبل ما تشوفي دي قناتي، ما تنسيش تشتركي فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دلوقتي المكونات بتاعتنا عباره عن 4 كوبايات دقيق، كوبايه ميه دافيه، حليب بودر، و4 معالق سكر، كيس خميره فوريه، ومعلقتين خل، وكوبايه زيت صغيره، ومعلقه ملح، ومعانا بيضتين. هناخد صفار وبيضتين، وهنسيب الصفار للوش التاني. طبعا انت ممكن تستغني مثلا عن البيض، ممكن تستغني عن الحليب البودر، في حاجات ممكن تستغني عنها، لكن انا مثلا حاطه البيض والحاجات دي عشان يبقى فيه قيمه غذائيه للطفل، قيمه غذائيه، مش ان هو زي اي سندوتش فينو جاي من بره. اول حاجه هنعملها، هنجيب كوبايه الميه الدافيه ونحطها، ونحط عليها كيس الخميره. انا حطيت كيس وشويه كمان عليه يعني، لان الكيس لقيته هو 10 بس، 10 مللي تقريبا، فمش مش هيكفي يعني. وهنقلبه كويس. وبعد كده بقى نبدا نحط بقيه المكونات. هنحط السكر، 4 معالق سكر، ماشي. وبعد كده نحط الحليب البودر والبيض والزيت باي ترتيب انت تحبيه، واحنا شغالين كله تقليب. ونحط معلقه الملح الصغيره. طبعا الخميره واحنا شغالين هتطلع فقاقيع كتير كده، ده دليل ان الخميره شغاله تمام، ماشيه معانا تمام. ونبدا بقى نحط الدقيق بتاعنا بالتدريج، نحط ونقلب نحط ونقلب. طبعا انتوا عارفين وانا قايله لكم قبل كده ان كل الدقيق مش زي بعضه، يعني ممكن ده ياخد كوبايه ميه دافيه، ممكن غيره ياخد كوبايتين. انا ما جبتش دقيق مخبوزات، انا بجيب دقيق جميع الاستخدامات، يكون نوع كويس. انا في نوع بستخدمه، انا بستخدمه على طول. وابدا بقى اعجن، اشتغل معايا في العجينه. اول ما يبقى العجينه خلاص بدات كده استكفت ميه واستكفت سوائل، ابدا بقى اعجنها. هتاخد معانا حوالي 10 دقايق عجن بالايد. كل ما العجينه خدت وقتها احسن، كل ما طلعت معاكي طريه وجميله. شايفين عامله ازاي؟ انا بضغط عليها، هي جميله جدا يعني، باينه في ايدي ان هي ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويسه. تمام كده. اجيب بقى البوله بتاعتي وادهنها زيت واحط فيها العجينه اللي انا عملتها، واغطيها بكيس بلاستيك او ستريتش رول يعني، وعليه فوطه، واحطها على جنب. طبعا احنا الجو حر فهي هتاخد حوالي نص ساعه تخمير لان الجو حر. لو الجو ساقع طبعا بتاخد حوالي من ساعه لساعه وربع. بعد نص ساعه بطلعها، بسم الله ما شاء الله، شايفين خمرت وكبرت ازاي. هبدا بقى افرغ منها الهواء، وبعد كده هطلعها بقى. هجيب المفرش بتاع العجين او الرخامه، اي حاجه انت بتستخدميها يعني. وهنجيب بقى معانا الزبده بتاعتنا، سيحتها وحطيتها. انا مش هفرد على دقيق، انا هفرد على زبده او زيت. لو انت مثلا عندك يبقى زبده وزيت مع بعض، او سمنه وزيت، تفردي عليهم، هيدي طراوه للعجينه، وهيخلي العجينه مورقه وجميله جدا جدا. وبرده بيبقى فيها افاده. اهم حاجه عندي ان احنا الاطفال يستفادوا. وهبدا بقى العجينه بتاعتي قسمتها اهوت، هبدا بقى اقسمها واعملها كور كده، واحطها في الجنب. الكوره يعني مثلا قد البيضه كده، مثلا من 40 ل 50 جرام. لو عندك ميزان وعايزه توزني الكميه كلها هيت. حطيتها بقى في صينيه كده، دهنت الصينيه برده زيت بسيط جدا، وحطيتها وغطيتها. هسيبها 10 دقايق. هبدا بقى اعمل الحشوات بتاعتنا. اول حاجه انا جبتها اللانشون. اول حاجه خالص هنعملها عشان العجينه تبقى معاكي مورقه وما تطلعش مقفوله كده او مكتومه، انت بتجيبي الكره بتاعتك، بتفرديها زي ما انا فردتها كده بالنشابه او بايدك. وبعد كده بقى بتجيبي السمنه على الزيت اللي انت حطاها او الزبده اللي انت عاملاها ومسيحاها، وتدهنيها، وبعدين تطبقيها وتفرديها تاني. شوفي معلش الموضوع مش صعب خالص، هو سهل جدا. انت بتدهنيها زبده وبعدين بتطبقيها وتفرديها تاني. طبعا هو انت ممكن برضو تستغني عن يعني الطريقه دي خالص وتفرديها على طول وتحشيها، مفيش مشكله. بس دي برضو بتدي طعم، بتخليها اجمل واطعم، وكمان نخليها مورقه، وطبعا فيها افاده للاولاد. انا اول حاجه عملتها اللانشون. بحط اللانشون بس كده على طول، وابدا اضغطها كويس جدا قبل ما الفها عشان ما تفكش مني. شفتوا في الاول الفيديو ان الحمد لله كلهم مفيش حاجه فكت ولا حاجه خرت ولا اي حاجه. انا بقى هشكلها كل حشوه شكل. يعني مثلا عندي بنتي مثلا ما بتاكلش اللانشون،
هتاكل الجبنه الرومي وهتاكل الجبنه، فبدل بقى ما نقعد نفتح كله ونبوظ كله، فاحنا نعمل لكل حشوه شكل. انا عملت دي حشوه اللانشون بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، وهبدا برضو اضغط واقفلها جامد اهي. والله يا جماعه صدقوني الموضوع سهل جدا وهيريحك جدا. ممكن مثلا انت ممكن تاخد وقت معاكي عشان مثلا انت هتعملي كميه وكده، بس هي هتاخد وقت معاكي في يوم ساعه او 2، لكن هتريحك الاسبوع كله. انت هتطلعي تحطي في الميكرويف، لو ما عندكيش ميكرويف هتحطي في الفرن، تسخني الفرن وتحطيه كانك لسه عاملاها كانها صبحه. برضو بنضغط جامد، اهم حاجه وانت بتعملي العجينه تضغطيها جامد. العجينه طالعه بسم الله ما شاء الله، ممتازه ممتازه بجد. العجينه دي يمكن هعتمدها في حاجات كتير جدا، طالعه ممتازه جدا. ماشي كده. واحنا طبعا انا شغاله بالايه، موضوع الزبده ده هيفرق جامد قوي معاكي، او السمنه والزيت اللي عندك. طبعا عملت كذا واحده عشان ايه يعني اوريكم يعني تعمل ازاي. هنا بقى حطيت الجبنه الرومي برضو كسرتها، وابدا اضغط جامد جدا. الجبنه الرومي بتبقى ناشفه شويه، فممكن ايه تخرم العجينه يعني. برضو هعملها بطريقه مختلفه، هضفر بقى العجينه كده، ضفرتها من الجنب عشان ايه يبان الفرق يعني. لكن هو بصراحه من افضل الحشوات بتبقى الجبنه البيضاء يعني، بصراحه يعني هي بتبقى الحشوه جميله بتاعت الجبنه البيضاء بصراحه، اللي هي زي الباتيه يعني. طبعا بقى انت ممكن لو عندك لحمه مفرومه تعصجيها وتحشيها بيها، لو عندك فراخ او بواقي فراخ، سوسيس، سجق شرقي، اي حاجه بتعمليها سندوتشات ممكن تعمليها في العجينه دي. تعملي العجينه بنفس الطريقه وتحشيها اي حاجه يعني، زي ما بقول كده ايه، بواقي التلاجة، وتحطيها في الفريزر بعد ما بتبرد طبعا. تحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. تمام كده. عملنا كده كذا واحده اهوت. هو انت لما بتدهنيها سمنه او زبده هتلاقي ايه، ممكن هتضايقك شويه في الفرد تاني، انها تتفرد تاني، بس انا هوريكي طريقه دلوقتي. طبعا دي الجبنه، تحطي بقى جبنه اسطنبولي، جبنه تلاجة، اي جبنه عندك برضو، بس انا بقولك ان فعلا من اجمل الحشوات حشوه الجبنه البيضاء بصراحه يعني، ممتازه. دي بقى عملتها كده بدون اي تشكيل، قفلتها كده زي الباتيه، وقفلتها كويس جدا اهو. بصي بقى هعمل ايه هنا عشان الفرد يبقى سهل عليكي. بعد ما هنتهي زبده هطبقها وارجع اكورها تاني كأنها لسه من اول وجديد وافردها، الموضوع هيبقى سهل جدا. ممكن تعملي جبنه بيضه وتحطي عليها زعتر، في ولاد بيحبوا الزعتر بيديله طعم جميل. بالنسبه بقى للفرن، احنا في المخبوزات بنعمل الفرن بتاعنا عشان برضو ايه تبقي عارفه، بيبقى من 200 ل 220. طبعا الفرن لازم يبقى عالي جدا في الاول، ما بتشغليش الشوايه في الاول، بتسيبيه اول ما بيوصل بعد 5 دقايق كده بالظبط بتبداي تفتحي عليه، هتشوفيه هتلاقيه بدا يعني يستوي من تحت ويشد كده من فوق. هتدوسي من فوق تلاقيه العجينه بقت شاده نفسها كده. ممكن بقى في الوقت ده تقيدي عليه الشوايه مش كتير خالص وتلاحظيه على طول، لان ممكن في ثانيه يتحرق بسرعه جدا. عملته كله وحطيته في الصاج. ابدا بقى ايه اشوف الوش ده، الصفار اللي انا كنت سايباه هحطه، واحط عليه شويه حليب، لبن حليب ومعلقه خل، واقلبه ايه كويس جدا زي ما انت شايفه كده، ومعلقه خل، واقلبه بقى كويس. واجيب بقى العجين بتاعنا اهو في الصاج، في صاج بقى، في صينيه الومنيوم، في اي حاجه، انا بفضل الخبيث في الالومنيوم. تمام كده. هنبدا بقى نحط على الوش اللي هو صفار البيضه باللبن الحليب والايه والخل. الخل ده عشان ريحه البيض، عشان ريحه الزفاره. بصراحه لما بنروح المخبز بنجيب الحاجه من هناك بيبقى ريحتها زفره جدا، لذلك الولاد بقوا يقرفوا بوش يجيبوا حاجه من المخابز خالص. كده خلصنا الكميه كلها دهان الوش. بعد كده هجيب بقى عندي سمسم، حبه البركه، انا بحب احط سمسم. لو عندك حبه البركه بتحبي تحطي حبه البركه حطي، عايزه تسيبيه ساده خالص سيبيه. وبالمناسبه انت ممكن برضو بديل صفار البيضه ممكن تحطي لبن حليب بس، ممكن لو عندك معلقه نسكافيه ولبن حليب تحطي برضو، ما فيش اي مشكله يعني، ماشي، كله ليه بدايل. بنحطه بقى في الفرن
طلع من الفرن بالشكل الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، مش لازق خالص. في بقى عندي خطوه بنعملها، بنجيب بقى الزبده اللي كنا بنورق بيها دي، وهتجيبي وتدهني ايه، وتدهني الوش بتاعه. دي بجد الخطوه دي بتديله طراوه وبتخليه تحفه تحفه. تدهني وش المخبوزات كلها اول ما تطلع من الفرن وهو لسه سخن، وبعد كده بتروحي مغطياه وسايباه 10 دقايق. بيطلع بقى اللوحه الفنيه اللي قدامك الجميله قوي دي اهو. شايفين الجمال؟ والله بجد بجد حاجه كده جميله، حاجه عظيمه يعني اهو. ده اللي فيها الجبنه اهو. شايفه العجينه جوه عامله ازاي، وما خدتش وقت خالص معانا. دي الجبنه البيضه تمام كده، وادي ده جبنه الرومي تقريبا. بصوا الجبنه الرومي سايحه ازاي جوه، بجد كانت سايحه وبتمط جميله جميله بجد. واللانشون، وزي ما قلت لك بقى اي حاجه عندك عايزه تعمليها تعمليها. الطريقه دي هتوفر معاكي كتير جدا جدا. و شايفين الجمال؟ والناس الحلوه بقى اللي لسه معايا لحد الاخر وشافوا الفيديو، يا ريت تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها ايه، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده. وكل سنه وانتم طيبين.